صورت مع محمد السنة كده وسوري وهكذا ينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بدون أهداف، وإلى لقاء آخر ومباريات أخرى. واستاد الجيش المصري ببرج العرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتح يا عم وافتح الطريق، افتح يا عم كل من بره يا عم، انا بدينا 6 2000. افتح يا عم صورت مع محمد السنة كده وسوري الشنطة بس خلاص بدون عنده مشاكل ماليه ولا عنده ايقاف قيد. والفريق طبعا بتاع الزمالك زي ما احنا شايفين متصدر الدوري وبيفوز في الالعاب الصالات، ولسه من يومين يعني فايز هو فاز ولا ما فاز؟ المهم يعني الزمالك ما عندوش مشاكل، وبالتالي قناه الزمالك مش هتتكلم في مشاكل الزمالك، هتتكلم في مشاكل الاهلي. بما ان هي اسمها قناه الزمالك فاكيد طبعا هتتكلم عن الاهلي وسيراميكا. يعني المهم يعني دلوقتي في الحوار اللي حاصل ده كله ان هم كل اللي في دماغهم ان هم خايفين ان السيراميكا اصبح فريق قوي جدا، الاهلي بيدعمه وهو بيدعم النادي الاهلي، وفي فعلا شراكه بين النادي الاهلي والسيراميكا، والكلام ده موجود في كل الدنيا وفي كل الدوريات في العالم. حتى التوأمه اللي موجوده بين الزمالك وبيراميدز موجوده، بدليل ان مشجعي الزمالك لما زهقوا من الزمالك وطفحوه وجابوا اخرهم منه دلوقتي بيشجعوا بيراميدز وبواجبه ومفيش مشكله خالص. والزمالك اخذ ناصر ماهر، بيراميدز اخذ ناصر ماهر من الزمالك مخلص حق، والله زي ما بقول لك كده مخلص حق، بما ان الزمالك كان مديون لبيراميدز ب 18 مليون، ومش بيراميدز مش طايل منه ال 18 مليون، وفلوس تانية كان واخدها منه، كان داعمها يوم ما وقفوا جنبه في نهائي دوري ابطال افريقيا الجماهير. فطبعا بيراميدز قال لك انا عايز فلوسي، فكان الحل في ناصر ماهر. ناصر ماهر اللي الزمالك اخد فيه 50 مليون وطلع يضلل الاعلام وبيقول لك احنا خدنا 65 70 مليون، هم 50 مليون ومخصم منهم ال 18 مليون. فبيبيعوا اللعيبه دلوقتي عشان ياكلوا ويشربوا، يعني دلوقتي اصبح زي الشخص المديون، ديون كتيره ومفيش موارد ولا فيه فلوس، وبالتالي بيبدا يبيع اساس البيت والعفش بتاعه عشان يبدا ياكل ويسد الايجار ويشرب والكلام ده. هو دلوقتي اللي بيحصل فيه نادي الزمالك. قناه الزمالك ما بتطلعش تتكلم في الكلام ده، لا تطلع تتكلم الاهلي عمل كام صفقه، اشترى من مين، باع لمين. هي دي بالظبط المحور الحديث كله الموجود في قناه نادي الزمالك.